سلام الله عليكم متتبعي ومتتبعات قناة بناء الأسرة والمجتمع. في هذه الحلقة بحول الله غنتكلم على واحد الموضوع أساسي جدا ولا يقل أهمية على باقي المواضيع التي تحدثنا عنها، وهو يتعلق بليلة الدخلة. أمور ما خص للأسف الشديد هكذا الأزواج يسقطوا فيها، اللي بطبيعة الحال كتشكل واحد الخطر جدا على الطرفين بجوج أو الشريكين. ففي هذه الحلقة إن شاء الله غنتكلموا على أشنا هي الحويجات اللي ما خصهاش دار في ليلة الدخلة. إذا حاولوا تركزوا معايا مزيان وحلوا ودنيكم وفتحوا عقلكم مزيان لهذه الأمور اللي غنقولها إن شاء الله بحول الله. إذا قبل ما نبداو ما تنساش كما العادة تشتركوا في القناة والإعجاب، إذا كنت هكذا زائر جديد، باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا وما تفوتوش حتى فرصة للتعلم والاكتساب ثقافة جنسية مهمة. المشكلة ماشي في ليلة الدخلة بقدر ما المشكل في السلوكيات والممارسات اللي كيديروهم الاشخاص هكذا في ليله الدخله. الشيء اللي كيخليهم هكذا انهم يحسوا بواحد الشعور سلبي، وربما يقدر يسبب للطرف الاخر هكذا واحد مجموعه من الامور، من بينها التوتر، الانزعاج، وربما فشل تلك الليله. وحتى ما نسقطوش في هذا الشيء هذا، خليونا نعرفوا شنو هما الحويجات اللي ما خصناش نديرو. اذا المساله الاولى اللي خصنا نتجنبوها ونحاولوا ما امكن انه نتجنبوها خصوصا الازواج، انهم يتجنبوا تناول المخدرات والكحوليات. لماذا؟ لانها تغيب العقل. الكثير من الازواج للاسف الشديد عنده واحد الفكره ديال انه خصو بالضبط في ليله الدخله يقوم بفض غشاء البكاره، الشيء اللي كيخليه للاسف الشديد انه يستعمل هكذا الاصبع ديالو تحت الضغط والتوتر، مما يولد واحد الشعور بالانزعاج وعدم الرضا بالنسبه لشريكه الحياه، وهذا امر غير مقبول. لذا فالمزيد من الحيطه والحذر في هذه المساله هذه. كذلك من بين الأمور التي يجب تجنبها هو أنه بعض الرجال عندهم واحد الرغبة قوية في إظهار الفحولة والقدرة الجنسية، الشيء اللي كينعكس بشكل سلبي على الممارسة والعلاقة الحميمية، اللي يقدر يؤدي هكذا للعنف هكذا وإلحاق العنف كما قلت بالطرف الآخر. وهذه الأمور هذه خصنا نتفاداوها ما أمكن. من بين الأمور كذلك اللي يجب تجنبها هي إهمال التواصل حول هذه ليلة الدخلة. فبالعكس ما فيها بأس إلى الزوج هذاك الخطيب أو الخطيبة تحدثوا على هذه المسألة هذه قبل الزواج، ما فيها بأس، لأنها حق من الحقوق أنهم يعرفوا كيفاش هكذا غتمر إن شاء الله بسلام، باش ما يوقعوش أخطاء وكوارث في هذه الليلة هذه. عموما حاولوا تخلصوا من جميع الامور اللي من شانها انها تشغلكم هكذا في هذيك ليله الدخله وتزيد التوتر، مثلا مشاهده التلفاز ولا لعب الهاتف ولا امور اخرى اللي تقدر تشكل هكذا واحد الضغط في هذه الليله هذه اللي خصها تكون ليله ديال الراحه. الحلقه ديال اليوم سالات، تسناونا في موضوع جديد ان شاء الله في الحلقه القادمه. السلام عليكم ورحمه الله.